معاكم من مهرجان اسكندرية، المدينة الجميلة محبة للسينما اللي خرجت فنانين كتير وإبداع كبير. يمكن مسارح اسكندرية دي كانت أساس في المسارح الصيفية، وكمان السينما وعروض السينما اللي بدأت هنا في اسكندرية مع دول أوروبا، فرنسا، وكانوا يمكن من الناس الأساسيين في مشاهدة السينما. النهاردة معاكم في مهرجان بيتم عمره 41، مهرجان عريق بيتم دورة ورا دورة رغم الصعوبات. مهرجان اسكندرية لسينما دول البحر المتوسط في دورته 41 بنتابعه عن قرب. معانا المهرجان مش افتتاح وختام، لا، فعاليات وورش وتفاصيل كتير عن الفنانين والمكرمين هنتابعها فقط معانا على شاشتنا نايل سينما، ومعايا أنا ربى أبو الشريف. من أجمل الحاجات الحقيقة في مهرجان اسكندرية إنه بينتقي لجان التحكيم، والفنانة رانيا فريد شوقي الحقيقة بقى ليها تواجد في مهرجانات كتير، بقابلها بره مصر وجوه مصر، وفيري أكتف في المهرجانات وهنا في لجنة تحكيم. أستاذة رانيا، سعداء بوجودك معانا دايما. والمهرجانات وتحكيمها بتشوفيه إزاي؟ لا طبعا صعب، انت بتشاهدي كميه، يعني عدد من الاعمال بس الحمد لله ان بيبقى فيه لجنه، فبيبقى فيه نقاش، مش يعني ده لطيف، بيدي برضو يعني نوع من الفير كده للافلام يعني. يمكن بنت فنان كبير فريد شوقي، لكنه كان منتج وصاحب نظره لدرجه الكل كان بيقول فريد شوقي يبص للسيناريو يقول لك ده هينجح، ده مش هينجح، هيكسر الدنيا تجاريا، ده فنيا. الوجهه النظر دي فيها في الجينات عندك؟ بقيتي تشوفي الافلام تقولي ده جايزه، ده بعد ما تتفرجي عليه تقولي يعني ده متوسط؟ بقى عندك النظره دي في فكره ان مع الفيلم سريعا بقيتي تقدري تحكمي عليه وكل عناصره، انتاجيه وموهبه المخرج المؤلف، الكلام والعناصر المختلفة دي في التحكيم؟ لا، لان المعايير كلها اختلفت. يعني انت دلوقتي بتشوفي افلام بتنجح وبتكسر الدنيا، بس ما بتيجي تقيميها فنيا ما بتبقاش على المستوى لكن ربنا اراد، يعني في حاجه الناس شافتها احنا مش شايفينها، فعشان كده بقول لك ما بقاش القاعده خلاص. يعني هي فكره ايه ينجح، دي حاجات بقى بتاعت ربنا تماما دلوقتي، لكن انت بتعملي البيزك الاساسي اللي هو انا مع كذا كذا كذا، وان شاء الله ربنا يوفقنا. الافلام اللي شايفاها ترند ماشي ازاي؟ الشباب اللي بتقدم في المهرجانات وبيبقى في مخرجين كتير حابين ان هم يقدموا اعمالهم، انت شايفه الترند رايح لفين؟ يعني هو الناس بتنتج ايه افلام؟ الناس كانت بتقول لك احنا بننتج التجاري بقى شبه الاجنبي بشكل كبير، كله معارك كله كده، لكن ده بقى حاجات ارتستيك قوي وفنيه وفيها مبادرات. ما فيش، يعني انا اللي شاهدته لا عادي خلاص، ما بقاش في موضوع الارتستيك قوي ده خلاص. يعني كل حاجه بتتغير مع الوقت، مفيش حاجه ثابته خلاص. الشباب دول بينتجوا ايه اللي هاممهم في السينما حابين ينتجوه؟ موضوع مثلا حاسس ان هو لو طرح الموضوع ده يفرق، يعني ما اعتقدش ان هم باصين على المهرجانات اصلا، ما اعتقدش. يعني هم بيعملوا الفيلم ابداع، هو شخصي، حاجه بحاجه هو حابب ان هو يقدمها، يعني مش باصص. لان انت ما بتيجي دلوقتي تدخلي افلام في مهرجانات بتلاقي عدد قليل جدا، مش كله بيوافق.